السلام عليكم. البارسا دات ليغا من دابا وغنقول لك علاش. القضيه بدات مع الريال البارح ضد مايوركا، اللي في الطبيعي ان الريال غضرب مايوركا بثلاثه 4 ديال البيوت، ولكن المفاجاه كانت ان الريال البارح خسرت مع مايوركا حتى الدقيقه 90 ب2-1. هذا الشيء هذا اللي خلى الماتش ديال البارسا واتلتيكو مدريد شاعله فيه العافيه قبل ما يبدا. اتلتيكو ماركت هي الاولى، مع العلم ان البارسا هي اللي كانت هاجمه وضاغطه من البدايه ديال الماتش. البارسا جاب التعادل، وهذا الشيء اللي خلى الماتش يزيد تشعل فيه العافيه اكثر، واللي زاد شعل اكثر هي الحمراء اللي خدات اتلتيكو مدريد. واخا الحمراء ما بيناش بزاف وما يستحقش هذاك اللاعب انه يطلع، واخا انه بارساوي. اتلتيكو حمراء وانتم راكم عارفين اتلتيكو الا مشات حتى رجعت لك اللور ما يمكنش تماركي عليها. فليك دخل طوريس ودخل موراها ليفاندوسكي، وما تشوف عينك الا النور، تفننوا في ضياع الفرص. في الاخر ديال الماتش جات بالون طايشه ضربات في الصنم ديال ليفاندوسكي في الصدر ديالو، قدرت تماركا، وهنايا خرجت البارسا رابحه ب2-1، ولا الفريق بينها وبين الريال 7 ديال النقاط، ومن مستحيلات السبع ان الريال ترجع ودي الليغا هذا العام. هذا الراي ديالي، وانتوما اشنو بان ليكم؟